السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تورتاية أول مرة أعملها، زي ما بيقولوا كده عمايل مبتدئين، جميلة وطلعت روعة وفوق من الروعة كمان. ممكن الفينش بتاعها ما يعجبكوش شوية، بس اتفرجوا على عمايل. اللي يشوف يحاول يتعلم يعمل ويعمل أحسن. كل مرة إن شاء الله هعمل أحسن بتشجيعكم وبتعليقاتكم الجميلة. ولو حد عنده أي تعليق على العمايل برضو أنا بتمنى أسمع أشوف تعليقاتكم وأشوف الأحسن والأفضل لي. نسمي الله كده. متنسوش اللايك والاشتراك في القناة علشان تشجعوني. انا معايا نص كيلو دقيق سبونش، حطيت عليه 6 بيضات كبار، وحطيت عليه معلقة خل، وكان عندي معلقة جل محسن جل. ده اختياري برضو، ممكن معلقة الخل كفاية، بس انا حبيت احط زيادة علشان اضمن العمايل بتاعتي. انا ما عنديش بتاع عندي مضرب كهرباء اشتغل بيه. ما عنديش عجان، ففضلت اضرب فيه لمدة 10 دقايق، من 10 ل 12 دقيقة، لغاية ما حجمها تضاعف ولونها فتح كده وجميلة زي ما انت شفتوها كده. بعد كده انا ما عنديش حلة لحلة كيك، فعندي قلاية تيفال. شلت المصفى بتاعتها وبطنتها بورق زبدة. ممكن تبطنيها لو ما فيش ورق زبدة تبطنيها بورق من بتاع الحواوشي بيمشي برضو. يعني خليكي مقتصدة كده، مش عشان نعمل حاجة نكلفها بزيادة. بس أنا كان عندي ورق الزبدة استعملته. دخلتها الفرن على درجة حرارة 170، سبتها حوالي 25 دقيقة. طلعت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، جميلة بصراحة. اختبرتها عندي ما فيش عندي سلاكة سنان، فعملتها بالخلة بتاعت الشوية، ورحت جاية شايلة العمة بتاعتها زي ما انتوا شايفين كده بسكينة الاسبونش او سكينة الكيك استعملتها. وزي ما انتوا شايفين قطعتها على 3 طبقات، وشلت الطبقة الأخيرة كمان الرقيقة اللي تحت كده علشان ما اسيبش فيها أي حاجة. وبعد ما قطعت ال3 طبقات لفيتهم في فوطة وسبتهم كده 10 دقايق. الحرف بتاعهم طري وبقى ناعم كده وطري وجميل معايا زي ما انتوا شايفين كده. بصراحة ادتني ارتفاع جميل جدا ما كنتش متوقعاه. بعد ما زوقتها بالكريم جانتيه كده هتشوفوها ادتني كيكة كبيرة كفت 8 افراد. قطع كبيرة، يعني ممكن تكفي معاكي 10 افراد. زي ما انت شايفة انا قطعت منها 3 طبقات حلوين واخدين راحتهم كده، ورحت جاية شغالة عليهم بقى. عندي قاعدة كمان، القاعدة حتى كانت يا دوبك على قد انا شلت الطبقة الاخيرة اهي كمان. آه، عندي قاعدة ما هيش كبيرة، هي على قد التورتاية. نيجي بقى للكريم جانتيه. انا عملت كوباية ونص لان عندي برضو شوية كريم جانتيه في الفريزر، فانا عملت كمالة كريم جانتيه. حطيت كوباية ونص عليها كوباية ونص مية متلجة، وحطيت معاها معلقتين لبن بودرة، وحطيت معاها معلقتين كريم باستري. اداها طعم روعة 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 وجميل بصراحة. طالما انا ضفت الكريم باستري واللبن البودرة فخليت المية قد بودرة الكريم شانتيه. اديت ضربتها طبعا لغاية ما تضاعف معايا وبقى يديني العلامة اللي هي المنقار ديت، معناها ان الكريم جانتيه بتاعي بيديني السمك السمكة بتاعته.
رحت جايه بقى حطاها ومزوقاها وحاطه بينها وبين بعضها الكريم جانتيه كده وفردته. ورحت جايه حاطه الطبقه التانية وبنفس الطريقه. انا يا جماعه ما سقيتش شربات او سقيت حاجه، لان الاولاد ما بيحبوش، بيحبوا الكيكه تكون ايه، هشه في نفسها كده ومش طريه قوي. بس بصراحه هي مع الكريم شانتيه ادت روعه رهيبه. ورحت جايه عامله بين الطبقات، وجايه في الاخر زي ما انتم شايفين كده حطيت الكريم شانتيه ورحت ايه نازله بيه على الجناب. وانا عندي طبعا انا بشتري الحاجه بتاعتي اول باول، فعند المسطره ورحت جايه مسويه التورتيه بها زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي كده. وجلستها من الجناب وعلى قد ما اقدر، ما كترتش الكريم شانتيه، بس بصراحة طلعت روعة ورهيبة. ورحت جاية شايلة معلقتين في الآخر كده، هقول لكم عملت بيهم ايه بعد ما جلستها وفردت عليها من الجناب. طبعا انا حطيتها مفيش حاجة احطها عليها تحت القاعدة. انا بردتها على شبكة سلك ستانلس كانت عندي بتاعت معالي. يعني بأقل حاجة في قلب بيتك بتعملي وبتوفر، مش عشان اعمل تورتايه اروح اشتري واجيب وانا لسه مبتدئه او بعمل، او بنتي مبتدئه او بتعمل. فنمشي نفسنا كده في الاول برضو ونعمل. المهم مسكتها جلستها زي ما انتم شايفين كده، ورحت جايه في النهايه بمعلقتين الكريم شانتيه اللي عندي. رحت جايبه الوان صحيه، ورحت حاطه عليها نقطتين لون صحي اصفر اداني اللون ده. ورحت جايه عليها حطيت الكريم الاصفر في الكريمه الصفراء في قلب كيس حلواني. ورحت قاطعه حته كده من بوزه، ورحت جايه عاملاها زجزاج. قسمت التورتايه من فوق 4 أقسام، 4 تربع بالزجزاج ده زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. ورحت جايه عامله لها الشبكه اللي على جناب التورتايه. وبكده قسمتها انا 4 علشان اعمل الفينش بتاعها 4 اشكال. تورتة مبتدئين سهلة وبسيطة وما خدتش في ايدك حاجة، من اقل شيء بتعمليها. رحت جاية عاملاها زي ما انتم شايفين كده اهوت. عملت لها بقى ايه شبكة، تزويق شبكة كده جميلة عليها برضو. ورحت جاية عندي نوتيلا، واخدة معلقتين نوتيلا. الأول معلقتين كريمة لوتس، حطيت عليهم معلقتين 2 زيت، على كل معلقة كبيرة معلقة زيت عشان بس تفكها كده وتخففها. ورحت جايبة معلقتين نوتيلا كمان في كوباية تانية وحط عليهم معلقتين زيت برضو يخففيهم. ورحت جاية حاطة على ربعين زي ما انتم شايفين كده، ربعين نوتيلا وربعين كريمة لوتس. وكان عندي شوكولات شيبس زي ما انتم شايفين كده جملتها. وطلعت التورتايه ديت في ليلة العيد عملتها، كانت حاجة جميلة، ولادي فرحوا بيها وبصراحة عجبتهم. كان المفروض ان انا اشتريها بقى، شوفوا كده بصراحة هشتري بضعف تكاليفها. التورتايه دي لو طلعت اشتريها من بره هشتريها بضعف تكاليفها، وهي ما تكلفتش حاجة. الحاجة لما بنعملها في البيت يا جماعة بتوفر، والإمكانيات موجودة في كل مكان رخيصة. العبوات في منها صغير وفي منها كبير، بتجيب انت العبوة الصغيرة على ما تعرفي تعملي الحاجة وبتشوفي الحاجة. يا ريت لو عجبكم الفيديو يكون فيه شير ولايك، وتدوسوا الجرس علشان تشجعوني اعمل اجمل واجمل. ودي حاجة انا بعرف المبتدئين ان انا عملتها، رغم ان انا مش مبتدئة يعني، بس في الكيك اعتبر، في التورتات اعتبر مبتدئة. يا ريت تعجبكم وتشجعوني، والسلام عليكم.